مش عارفين كيلو من ست الحافلات نعرفوا اللي نعتبر معناها كان عندها دور كبير ياسر ضغط باش تكمل الصفقه هذه، ودور الاتحاد العام التونسي بالشغل كبير في الموضوع هذا. مش عارفين عليه المراحل اللي تمت فيها ودور كبير. ويجا سي مالك بسم الله الرحمن الرحيم. ويجا ما مستوي صور برا مش عامل انترفيو. بالانجاز هذا اللي حصل واللي جسد الانجاز هذا اللي في بعض الناس بفتره من الفترات شكوا في انه يمكن يظهر على يولي واقع الشيء هذا باعتبار ما قيلاه من عراقيل كتحدي والشغل. عندما طالبنا ولدينا بأنه لابد من حل نجيب صفاقس والمواطن صفاقس طلبة صفاقس وكلمة صفاقس في معضلة النقل معناها العمومي، لأن خلال السنوات الفاتة طالما عانى مواطني صفاقس من إشكالية النقل، طالما تأخرت البلاد على مواعيد معناها امتحاناتها وعلى مواعيد دراستها وطلبة ذلك، فتحركنا وكان معناها المشروع هذا واللي بالمناسبة نشكر رئيس المدينة العام اللي وفر كل الإمكانات وتحرك بكل جدية على إنجاز الشيء. نعرفوا الناس كلها انه فترة من فترات كادت العملية هذه تطيح في الماء كما نقولوا، لأن بعضهم راد عرقلتها وبيدعي له أن هناك صفقة وطنية لحافلات جديدة، إلا أن تحرك المكتب التنفيذي لاتحاد الجهوي في المدة الأخيرة ودعم الكبير لقيناه من الأمين العام حسين العباسي حين التقيت أنا والأخ محسن واتصل بالسيد الوزير الأول كان متحمسا لإتمام الصفقة هذه اللي كما تعرفوا انتقلت حتى لجنة فنية لفرنسا وعاينت الحافلات وأكدت معناها قيمتها وصلاحيتها، وبعد تعيين السيد وزير النقل الأخير في حكومة الكفاءات وحكومة القرارات حرص مع الإدارة العامة السيد وزير النقل شهاب بن أحمد على أن الصفقة هذه تتم، وصلت مرحلة النهاية والحمد لله أننا جميعا اليوم نعيش على وقع قدوم أخ محسن على وقع قدوم الحافلات، واللي مشروع الحيز الواقع باش تكون معناها مقدمة في الجهة كاملة، وإن شاء الله في مرحلة أخرى في وسط اللي مش يكون صفاقس كذلك في صفقة الحافلات الجديدة اللي باش تقوم بها وزارة النقل. إذن هذه خطوة لحل معضلة النقل العمومي في صفاقس. إن شاء الله الخطوة اللي باش تجي بعد هي البنية التحتية يعني صفاقس طرقاتها، وحتى أن نجم نحافظوا على الحافلات هذه، ولنا وعد من الحكومة كذلك في إصدار تحركنا كاتحاد عندما أصدرنا من الإجراءات الأخيرة، ولنا وعد من الحكومة أن مسؤولين وزارة التنفيذ مسؤولين كبير بطرقات صفاقس في إصلاحها ودعم. معناها هذه بشرى أخرى للفقراء الصفاقسيين. إن شاء الله لنا وعد المشهد عندنا سيد وخلال جلستنا كده نتكفل مع السيد ولي الجهة
سي محسن هو نعتبره من احد مهندسي الصفقه هذه. اكيد اخذت منك مجهود كبير وخذت منك وقت كبير، لكن الشيء اللي في الصدر هو اليوم نوقف على النتيجه، على نتيجه التعب هذايا. تنجمش تعطينا بالضبط؟ والله هي فرحه لا توصف، معناها الانسان وقت اللي يخدم خدمه هو الاتحاد مش محسن يوسفي ولا نقابه سوبراس، خاطر المجهود بكل صراحه معناها وايمان وقناعات الناس الكل معناها. وهذه طريقه جديده في العمل النقابي، انه وتاكيد على الناس اللي تشوه انه العمل النقابي ما الناس تعمل مطلبيه، انه تاكيد انه النقابيين يخموا على مستقبل مؤسساتهم ومستقبل البلاد نتاعهم وصوره راس الموضج. صورة راس الموضج انه معناها ما عندها حتى هم هو تحسين الاصول نتاعها وتدخل تاع الاتحاديه، وكذلك زاد الاخ الامين العام. بالمناسبه هذه في المناسبه هذه والفرحه هذه لابد نذكر المجهود الجبار اللي قام به في اقلاع معناها سلطه الاشراف انذاك ورئاسه الحكومه انذاك في عهد حكومه علي العريض، باش معناها وقع اتمام الصفقه هذه رغم العراقيل اللي لقيناها معناها جمعوا وتواكبوا فيها وانتم لحظه بلحظه. هيك علاش اليوم لاخر لحظه في النتيجه وانتم هكا موجودين وتواكبوا، وان شاء الله تكون معناها هذه ثمره نتاع بناء وتاسيس لمستقبل واعد معناها للنقل معناها في جهه صفاقس. شكرا سي محسن.